اليوم رح نعمل مع بعض خبز تركي هش وإسفنجي بدون بيض بدون زبدة وبمكونات متوفرة بكل بيت. حابين تعرفوا معي الطريقة كملوا معي بالفيديو. أول شي حبلش معكم بالمكونات. رح نحتاج لطحين، زيت، سكر، خميرة، بيكنج باودر ورشة ملح. جميع المكونات بالمقادير رح أحطلكم إياهم بصندوق الوصف. قبل ما نبلش بالوصفة بدنا نختبر فعالية الخميرة، فبنجيب كاسة حليب فاتر بضيف عليها معلقة سكر ومعلقة خميرة وبحركهم كتير منيح وبتركهم على جنب يتخمروا لمدة دقيقتين. بعدها رح أجمع كل المكونات مع بعض. بتقدروا تعجنوهم بالعجانة، ممكن تعجنوهم بشكل يدوي. رح أضيف بصحن كبير كاستين طحين، كاستين ونص من الطحين. رح أضيف عليهم ربع كاسة زيت ورشة ملح وكاسة الحليب الفاترة اللي عملناها مع السكر والخميرة. بحركهم كتير منيح وبعدها ببلش أعجن فيهم. بستمر بعملية العجن لمدة 10 دقائق لحد ما تصير عندي العجينة بهذا الشكل. بس تصير عندي العجينة بهذا الشكل بقلملمها على بعض وبتركها على جنب ترتاح لمدة 40 دقيقة. بعدها رح أترك العجينة عندي على جنب تتخمر لمدة 40 دقيقة. شوفوا عندي كيف العجينة كتير طرية بعد ما ارتاحت وتخمرت. كل ما كانت مرتاحة ومتخمرة كل ما كان عندي بسهولة بتشكيل العجينة بعمل أشكال فيها، وكل ما كانت عندي العجينة أنجح. في صينية الخبز بضيف سميد ناعم ورشة طحين، ممكن استبدلهم بورق زبدة عشان عندي العجينة ما تلزق بالصينية. ببلش أشكل بالعجينة. رح أعمل شكل حلقة بشكل دائري على طول أطراف العجينة بأطراف أصابعي. بعدها رح أعمل فيها أشكال من جوا، بس الأشكال هاي رح تكون رح أعمل نفس العملية اللي عملتها بس بأشكال خطوط طولية وعرضية عشان تشكل عندي هيك زي رح نحضر هون مع بعض خليط التلميع. رح نحتاج فيه لبيضة ولمعلقتين من الحليب. بنحركهم كتير منيح وبنضيفهم على العجينة بعد ما تخمرت. بفردهم على العجينة باستخدام الفرشاي وبأزينها. أنا هون استخدمت بالتزيين بيت البركة، ممكن انتم تستخدموا السمسم أو أي شي حابين تزينوه في العجينة. هيك صارت عندي العجينة جاهزة للخبز. بدخلها على درجة حرارة 200 درجة. راح تاخد معي وقت من 25 ل 30 دقيقة. وهيك الخبز عندي صار جاهز. بعد ما يطلع من الفرن بغطيه بفوطة نظيفة لمدة 10 دقايق عشان يحافظ على رطوبة الخبز وطراوته أكبر فترة ممكنة. شوفوا عندي الخبز هش اسفنجي كتير طري. طعمه بيجنن. ريحة الخبز الفريش على حبة البركة بالبيت كتير زاكية. ممكن تعملوا هذا الخبز سادة وممكن تعملوه محشي. إذا عجبتكم الوصفة لليوم يا ريت تخبروني بالتعليقات وتحكولي ايش بتحبوا نعمل بالفيديوهات الجاية. وألف صحة وعافية على قلوبكم. سلام.